كان في طيارة سنة 2008 كانت طايرة على ارتفاع منخفض قريبة من حدود البرازيل وبيرو في رحلة استطلاعية للمحميات هناك، وكان موجود المصور البرازيلي ريكاردو ستاكر علشان يصور صور احترافية للمحميات اللي هناك. لكن وسط الرحلة حصل عاصفة شديدة جدا ومطر، فاضطر الطيار يغير مساره عشان يتجنب العاصفة دي. وفجأة لقوا نفسهم فوق منطقة معزولة في قلب غابات الأمازون، فيها سكان عايشين حياة بدائية جدا أقرب للعصر الحجري، لدرجة إنهم لما شافوا الطيارة هجموها بأسهم. وطبعا مع وجود مصور محترف قدروا ياخدوا صور واضحة جدا بجودة عالية للقبيلة وسكانها. إيه حكاية البشر دول؟ ويا ترى وإحنا في القرن ال21 وبعد مستوى الحضارة اللي وصلت لها البشرية من اختراع الأقمار الصناعية والصواريخ، والإنسان وصل للفضاء وأعماق المحيط، لسه في ناس عايشين في العصر الحجري؟ طب ازاي؟ وازاي ما نعرفش عنهم حاجة؟ أهلا بيكو، ويلا بينا نتعرف على قبائل العصر الحجري في القرن ال21. علماء الانثروبولوجي اللي هو علم الإنسان بيقولوا إن مش دي أول دلالة على وجود القبيلة دي، وإنها اسمها قبيلة يانومامي. القبيلة دي متكونة من 35 ألف شخص بيعيشوا في مجموعات مش كلهم مع بعض، وإن في سنة 1988 في باحثين شافوا ناس منهم، وإن قبيلة يانومامي عارفة بوجود عالم خارجي مختلف عنهم، لكن رافضين أي نوع من التواصل معاهم أو تغيير في نمط حياتهم، وإن مش دي القبيلة الوحيدة اللي عايشة لحد دلوقتي حياة بدائية، لكن على الأقل في 100 قبيلة على كوكب الأرض عايشين في العصر الحجري لحد دلوقتي، نصهم تقريبا في غابات الأمازون، وموجودين أكتر على الحدود بين البرازيل والبيرو وبوليفيا وكولومبيا، وفي مجموعات تانية موجودة في الهند وإندونيسيا وبابوازيا وغينيا الجديدة. القبائل دي العلماء بيسموهم الشعوب الأصلية أو قبائل فجر البشرية، اللي هي من غير أي نوع من التقدم أو الحضارة، وعلشان مش بيحبوا أي تواصل بينهم وبين أي حد تاني، ده بيساعدهم على اعتزال باقي البشر بوجودهم في أماكن معزولة عن العالم وصعب الوصول ليها، زي الغابات الاستوائية أو جبال مرتفعة أو حتى جزر في قلب المحيط. وبعد أكتر من محاولة من العلماء للتواصل مع القبائل دي ومحاولة تطويرهم، فشلت كلها، وكانت هتتسبب في كوارث سواء للقبائل دي أو للناس اللي بتحاول تتواصل معاهم. ده غير إن في قبائل بقت تغير مكانها كل فترة، وده بيعرضها لمخاطر كتير، أو إنهم بيهاجموا أي شخص غريب وياكلوه. نسيت أقول لكم إن كتير منهم أكلي لحوم البشر، وبسبب مخاطر التواصل معاهم في سنة 2009 صدرت من لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مبادئ توجيهية وتوصية بحق العزلة الذاتية، اللي بيدي للنوع ده من القبائل الحق في الاحتفاظ بحياتهم زي ما هم عايزين، ويمنع تدخل العلماء لدمجهم مع باقي البشر طالما هم رافضين ده. زي ما قلنا، مش يانومامي بس هي القبيلة البدائية الوحيدة، إنما في أكتر من 100 قبيلة تانية عايشة في العصر الحجري في عزلة تامة عن باقي البشر، وأشهرهم قبيلة ميشكو بيرو. والقبيلة دي من السكان الأصليين في بيرو، ودايما بيغيروا مكانهم وبيعيشوا على الصيد في الأماكن المعزولة في غابات الأمازون، ودايما موجودين في أماكن مخفية بعيدا عن الأنظار. لكن في يوليو سنة 2024 ظهروا على الشاطئ لأول مرة، وده كان نتيجة حملة تقطيع أشجار في المنطقة،
وظهور فيديو ليهم اتسبب في حملة ضخمة من جماعات حماية الشعوب الأصلية وجمعيات حماية البيئة، ده غير قبائل البرازيل اللي هي عبارة عن 50 مجموعة أو قبيلة صغيرة كلهم بيعيشوا في البرازيل، وكان عددهم ضخم جدا لكن قلوا بسبب الأمراض والأوبئة خاصة في القرن ال16، وكانوا بيعيشوا على الصيد والزراعة والتشجير. وفي قبيلة اسمها سنتيلينسس، ودي متقسمة لمجموعات ما بين 250 ل 500 مجموعة بيعيشوا بين الهند وتايلاند، وتقريبا محدش يعرف معلومات عنها علشان أي كائن بيقرب منهم بيقتلوه الأول وبعدين يشوفوا هو كان عاوز إيه. ما تعرفش إزاي. حياتهم عبارة عن صيد وجمع النباتات البرية وأكلها وخلاص على كده، مفيش أي نوع من الزراعة أو الصناعة، وعصبيين جدا وملهمش لغة مفهومة. نيجي بقى لآخر قبيلة معانا وهي قبيلة جاكسون الأبيض. سنة 1700 لما بدأ الأوروبيين استعمار الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية، قدر الاستعمار يسيطر على كل قبائل الهنود الحمر، بس كان في قبيلة واحدة بس معرفوش يسيطروا عليها، وهي قبيلة جاكسون الأبيض، علشان ببساطة اختفوا. وسبب تسميتهم بالاسم ده علشان ما كانوش هنود حمر بس، لأ دول هاجين من أكتر من سلالة بشرية، وحاليا هم مجموعة مكونة من 5000 شخص بيعيشوا حوالين جبال رامابو بيرجن وباسك في شمال ولاية نيوجيرسي ومقاطعة روكلاند في جنوب نيويورك. وما تستغربش لسه في أماكن في أمريكا فيها هنود حمر لحد دلوقتي، وأمريكا ما قدرتش تسيطر عليهم ولا ليها أي حكم عليهم. كل اللي تقدر تعمله إنها تعزلهم عن المواطنين الأمريكيين الأوروبيين. رغم خوف معظم القبائل على هويتها ورفضها الاندماج مع باقي الشعوب، إلا إن في قبائل تانية في طرق للتواصل معاها زي قبيلة كورويا، وهي قبيلة في غابات بابوا في إندونيسيا، وعددهم تقريبا 3000 شخص. علماء الآثار اكتشفوا القبيلة دي بالصدفة سنة 1970 لما كانوا بيدوروا على مناطق أثرية، ووقتها لقوا قبيلة بدائية جدا بيستخدموا أدوات مصنوعة من الحجارة والخشب، ومعظمهم عايشين في بيوت مصنوعة من الخشب على الشجر عشان يحموا نفسهم من أي مخاطر. وبعدها ب4 سنين قدروا العلماء يتواصلوا معاهم، واكتشفوا إنهم كانوا فاكرين إن في زلزال دمر البشرية كلها ومفيش غيرهم اللي موجود على وجه الأرض. ورغم إن في تواصل مع القبيلة دي وحملات توعية، ففي منهم ناس عندهم استعداد للاندماج مع باقي البشر ومستعدين ينضموا للقرى القريبة منهم ويعيشوا معاهم، وده حصل فعلا مع شوية منهم. لكن فكرة إنهم أكلي لحوم البشر في الأصل وإن ده اعتقاد ديني عندهم مخلي اندماجهم مع باقي البشر مخاطره كبيرة جدا. في قبائل بدائية دفعت عن حياتهم وهويتهم لحد آخر فرد فيهم، ورفضوا بشكل قاطع أي اندماج زي إيشي، وده آخر الهنود الحمر. إيشي كان من ضمن الهنود الحمر اللي هم السكان الأصليين للقارة الأمريكية، وبعد دخول الأوروبيين فيها حصل حروب وإبادة للهنود الحمر، والإبادة دي خلصت على قبائل كاملة زي قبيلة ياهي في كاليفورنيا سنة 1911 اللي منها إيشي. كان إيشي آخر ناجي من القبيلة دي، وكان عمره وقتها 49 سنة، ورفض أي اندماج مع الحياة الأمريكية وقتها، وقرر يكمل حياته بمعتقداته خارج الثقافة الأوروبية الأمريكية، وفضل عايش بنفس أسلوب قبيلته لحد ما مات. ده غير رجل الحفرة، وده كان راجل عايش لوحده تماما في غابات البرازيل من 15 سنة، ولحد دلوقتي
رافض أي تواصل مع البشر، والعلماء بيعتقدوا إنه آخر رجل في قبيلته. وسبب تسميته برجل الحفرة علشان حفر حفرة مستطيلة عمقها تقريبا 5 أقدام، ومش معروف السبب، علشان بالأخص إنه عنده كوخ بيعيش فيه. وفي زي رجل الحفرة قبيلة تانية مكونة من راجل واحد بس، برضو اسمها قبيلة البرازيلي الوحيد، وده راجل عايش لوحده برضو في غابات الأمازون. العلماء هيتجننوا ويوصلوا له، لكن دايما بيقدر يختفي قبل ما حد يقدر يوصله، عفريت يعني. ومحدش قادر يعرف هو ازاي قادر يعيش لوحده في أخطر مكان على وجه الأرض. بس كده خلاص، مستنيينكوا تكتبولنا في التعليقات ايه المعلومات اللي كانت بالنسبة لك جديدة ومذهلة، وايه المعلومات اللي دايما بتدوروا عليها ومش لاقيينها، علشان نتكلم عنها في الحلقات اللي جاية. اهم حاجة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد، واستنونا الحلقة الجاية.